بص بالقمر ده. شايفين القمر ده؟ ده حواوشي اسكندراني. شايفين؟ هنعمله مع بعض. بص شايفين اللحمه مستويه ازاي؟ لحمه ومعمول بطريقه حلوه جدا جدا وريحته جميله خالص. يلا تعالوا عشان نعرف طريقه الحواوشي دي كده. يلا بينا على الفيديو. بسم الله الرحمن الرحيم. حبايبي ومتابعيني في كل مكان، تعالوا بصوا هنعمل مع بعض كده ايه. حواوشي. هنعمل حواوشي اسكندراني. ماشي. هنعمل الاول حاجة هنبدأ بيها، هنعمل العيش مع بعض عشان يخمر الاول. ماشي. الاول اهو جبنا دقيق اهو، والخميرة البيرة دي خميرة فورية، ودي خميرة الخميرة البيرة بتاعتنا العادية دي اهي. شايفين؟ قطع صغيرة كده. والمية معانا. ماشي. هنعجن الدقيق ده وهوريكم القوام بتاعه. فاول حاجة هنعملها ان احنا الاول نصلي على النبي. ماشي. هنضيف الاول الخميرة كده، وهنضيف حبة مية عليها كده شوية اهو. وهندوب البيرة والفقورية، هندوبهم مع بعض كده اهو. هنفضل ندوب فيهم مع بعض. بص البيرة انا مخرجاها من الفريزر، عشان كده بصوا تلاقيها جامدة ازاي، متماسكة كده وجامدة، متلجة اصلا اهو. وما ينفعش اطلعها وتسيح. اول ما تطلعيها انت تحطها في الفريزر عادي، تخزنيها عادي في الفريزر. البيرة دي تقسميها حتت صغيرة كده وتشيلها في الفريزر، واول ما تطلعيها تروحي ايه مستعمليها على طول اهو. ما تسيبهاش تسيح يعني. بص هي دابت كده اهو. هي يعني ما بتستغرقش حاجة يعني، حالا بتلاقيها دابت في المية اهي. دوبناها كده اهو. بنروح نضيف ايه معلقة سكر كبيرة كده، وبندوب برضه مع بعض كده لغاية لما يدوب كل اهو. ميبقاش فيه تكتلات، عشان ما تبقاش فيه تكتلات خميرة جوه العجين. احنا هنعجنها كويس خالص، بس برضو لازم تدوبيها الاول كويس برضو. واحنا دلوقتي في الصيف، لو في الشتاء بتسخني لها ايه، تدفي لها حبة مية كده تدفيهم بس، عشان الخميرة ما تموتش فيها اهو. لكن عشان احنا في الصيف والجو حر جدا اهو، هنشتغل على طول بالمية بتاعت الحنفية. ندوب كده، وبعد كده بنروح ايه ضايفين الدقيق اللي هو الموجود معانا ده، الكمية اللي احنا عايزينها هنضيفها بعد كده على الخميرة وهنعجن. ضفنا الدقيق كده على الخميرة، وهنبدأ نعجن ايه الدقيق ده كده اهو. بنضيف حبة ملح، احنا نسينا الملح، بنضيف حبة ملح عليها. نضيف الملح اهو، برضو الملح المناسب ليها. وبنضيف ايه حبة خل اهو، معلقة خل بس. وبنبدأ نعجن بقى اهو. هنعجن العجينة كده اهو. كلنا حلوين وشاطرين وبنعرف نعجن اهو. كلنا بنعرف نعمل كل حاجة، وبنتعلم من بعضينا. ايه بصوا، شايفين العجينة قوامها عامل ازاي اهو. احنا عايزين القوام ده. هنغطيها بقى وايه، وهنسيبها ايه عشان تخمر. ماشي. وبعد كده هنرجع هنعرف احنا هنعمل ايه. خليكم متابعين خطوة بخطوة. بصوا على قد اللحمة هتحطي البصل، يعني على قد كمية اللحمة الموجودة معاكي. انا هحط بصلتين كده متوسطين كده. ماشي. وقطعة الدهن دي، لان الحواوشي لازم يبقى فيه نسبة دهن، لازم يبقى فيه نسبة دهن علشان يبقى طعمه حلو. ماشي. وادي اللحمة المفرومة بتاعتنا. هنفرم البصل وهنفرم الدهن ده في الكبة اللي معانا دي. ماشي. وهنرجع نقول التتبيلة بتاعتها ايه. هوريكم شكلها بعد ما تتضرب في الكبة، وهنقول التتبيلة بتاعتها. بصوا ضربنا البصل
مع الطماطم مع اللحمه مع حته الدنيا اللي كنت موريها لكم دي، وهنحط عليها توابل اللحمه كده. هنتبل بقى اهو، وبعد كده هنحط البصل البودر، توم باودر، ملح، فلفل وكزبره مع بعض، فلفل اسود وكزبره مع بعض. هنعجن الخليط ده كله كده مع بعضه كده حلو خالص، وبعد كده هنسيبه يرتاح، وهنرجع بعد كده علشان نحشي الحواوشي. بصوا ادي العجينه اهي العجينه خمرت اهي، بسم الله ما شاء الله اهي، بسم الله ما شاء الله خمرت اهي العجينه اهي بنلمها كده عشان بعد كده نبدأ نقطعها كده. ماشي اهو، نحط حبة زيت كده في ايدينا كده عشان العجين ما يمسكش اهو. بعد كده بصوا اهو اهو كده بنرص كده في الصاج كده اهو اهو، بنرص في الصاج كده اهي كده، ونيجي التانية برضو كده زيها كده اهي، تحطها برضو نفس القصة كده ونعملهم بنفس الطريقة كده لغاية ما نخلصهم كلهم بنفس الطريقة كده. بصوا انا مكورة اللحمة كده اهو، مكوراهم اهو. هبدأ كده اخدها واحدة واحدة كده اهي اهو اهو يا حبايبي، شايفين بالمنظر ده كده كورناهم كده. وبعد كده هنبدأ نقفل عليهم، بنبدأ نلم كده العجين كده، والحتة اللي انتي لميتيها هتخليها من فوق مش من تحت، مش هتجلبيها. احنا بدأنا لمينا كده، هنسيبها زي ما هي كده، هتسيبها من فوق. نبدأ نلم اللي بعد منها كده اهو، نلم كده العجين كده على بعضه كده اهو، برضو نفس القصة هنسيبها من فوق كده اهو، وهنلم اللي بعد منها. بصوا اهو، بعد ما لميناهم بنبدأ نفرد كده اهو، هتضغطي عليهم كده وتفرديهم اهو واحدة واحدة كده اهي، اضغط كده عليهم كده لغاية لما يتفردوا كده زي ما انتوا شايفين كده بالمنظر ده. بقت محشية تجيب اللحمة من جوه. لو عندك موتزاريلا، انا مش عندي، لو عندك حطي موتزاريلا فيها من جوه، هيبقى طعمه احلى كمان، هيعزز طعمه ويبقى طعمه حلو خالص اهو. اهو زي ما انتوا شايفين اهو، وهندخلهم على الفرن اهو. بس قبل ما ندخلهم على الفرن فيه تكايه كده هنعملها مع بعض الاول، بعد كده هندخلهم الفرن. ماشي، بصوا بعد ما فردناهم كده هنتن وشهم. بصوا كاتشب، اللي مش عايز ما يتهنش، اللي مش عايز يدهن وشه ما يدهنش، بس ده بيديله طعم حلو جدا وبيديله لمعة على الوش. ندهن كده كله كده اهو اهو، يديله طعم حلو قوي اهو. حابب السمسم على الوش كده، وده برضو اختياري اهو. بس الحاجات دي يا جماعه بتطعم الاكل بتخليه طعمه حلو قوي اهو. يعني افضل ان انتوا تعملوه كده. وبعد كده على الفرن بقى. بصوا بقى القمر ده، شايفين القمر ده؟ الله، ريحته جميله، ريحته رهيبه
بصوا شايفين اهو، شايفين قسمناه كده بصوا شايفين مستوي ازاي من جوه، شايفين اللحمه عامله ازاي. الله، الريحه رهيبه، بسم الله ما شاء الله، ريحته جميله ورهيبه، رهيب. طعمه مختلف جدا عن العيش اللي انت بتحشيه، العيش البلدي اللي احنا بنحشيه، مختلف جدا وطعمه حلو خالص. اهو شايفين، ده ليه طعم وده ليه طعم، بس ده طعمه وريحته جميله جدا. اهو عايزه لايك وشير وسبسكرايب للقناه، ربنا يحسن ما بين ايدينا جميعا يا رب. يلا، السلام عليكم.